هتتجوز واحدة اكبر منك؟ يا ابني دي هتعجز قبلك وهتمشي كلامها عليك وتسيطر عليك. الكلام ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة خديجة وهو كان عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة، فرق سن كبير. مسك تجارتها ونجحها اكتر ما هي ناجحة، وكانوا متفاهمين جدا وحياتهم جميلة. الموضوع هنا متوقف على النضج بين الطرفين. لو انتوا الاتنين واصلين لمرحلة عالية من النضج، السن هيبقى مجرد رقم ملوش لازمة على مدى التوافق بينكم. دماغكم قريبة من بعض ولا لا؟ في حب وتفاهم ولا لا؟ بالعكس في رجالة بتفضل ده عشان تبقى الزوجة عاقلة وناضجة وحكيمة، تقدر تحتويه وتقدر تكون أسرة وتربي عيالها تربية سليمة. ست بتدور على الاستقرار، مش كل يومين بتعمل له مشكلة وتقول له عايزة اتطلق. عدت خلاص مرحلة العند والمراحل اللي قبل النضج. بس انا هنا مش بتكلم على واحد يروح يتجوز واحدة اكبر منه بسنين، لا بينهم لا حب ولا تفاهم، بس هو متجوزها عشان مصلحة، عشان شغلها مثلا او عشان فلوسها. انا مش قصدي كده خالص. انا كلامي موجه للاهل اللي بيرفضوا ان الابن يتجوز واحدة اكبر منه بسنتين ولا 3 بحجة ان هي هتعجز قبله او هتمشي كلامها عليه. الزواج مبني على التفاهم والاحترام والمودة، مش على السن.